مطبخ العروسة، وهنشوف رفايع المطبخ وأطقم الحلل وأطقم التوابل. وقبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، كانت دخلت ده المطبخ كده. طبعا هنا السجادة وهنا البوتاجاز بالفوط بتاعة البوتاجاز وكده. بصوا هنا بقى طقم التوابل، طبعا هي كانت جايبة طقمين، في الصيني وفي اللي هو التاني بالقعدة بتاعته. وهنا بقى طقم التوزيع اللي هو الخشب، وهنا بقى المجات والأطقم الستانلس وأطقم البهارات الدوار والكنك الستانلس والكنك الجرانيت. وما تنسوناش كده باللايك والشير، واللي اول مره يدخل على القناه عملنا اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. بصوا بقى، تابعوا الفيديو للاخر. بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا جدا جدا. هنا طبعا كان الخلاط اللي هو العادي. هي طبعا هنا جايبه اتنين، هي جايبه بقى الكيتشن ماشين اللي هي الكبيره اللي هي 7 قطع، واللي هو الخلاط العادي اللي هو 3 قطع. وطبعا كان معاه الكاتل اللي هو الستانلس. وهنا بقى الكاتل البايركس. وطبعا هنا في ترمس بقى الشاي، وصينيه التقديم اللي هي بتكون 5 عيون. وهنا بقى صواني الميليمين. وهنا كده شفاشة البلاستيك اللي هي للعصير وللميه. وهنا بقى اللي هو البراد. بصوا، هي بسم الله ما شاء الله كانت جايبه كميه برارات كتيره، ادي 1 2 3 4. وطبعا معهم كمان سكريات ستانلس وكوبايات كده بالايد برضو ستانلس. وفوق هنا كان الهون ومكنه البسكوت. وهنا بقى اطقم الفنجان اللي هو القهوه اللي هو بيكون كذا لون كده في بعض. وهنا بقى اللي هي الكوبايات والمجات اللي هي الساده والمنقوشه اللي هي الازاز. وهنا طبعا هي بسم الله ما شاء الله كانت جايبه كميه ازاز كبيره. هنا بقى كاسات وكوبايات من اللي هي الصغيره اللي هي للقهوه، ومجات كده بالايد. طبعا في منقوش وفي الساده وجميع الاشكال والالوان. وهنا كمان كاسات اللي هي الكاسات الملونه، وكاسات كمان كده منقوشه. وتحت كده برضو بصوا بقى كوبايات من اللي هي للعصير. وطبعا هنا طقم فنجان بالاطباق بتاعته اللي هي بتكون على حامل. طبعا في ناس بتحط الاطقم دي على الرخامه، وفي ناس بتحطها كده ايه في المطبخ من فوق وكده. وتحت هنا بقى اطقم الحلل. ده كان الطقم الاستانلس. بصوا هو كان 5 قطع. طبعا بيكون 5 حلل كده، وكل حله كده مقاس مختلف. وهنا بقى التيفال، وتحت هنا بقى الجرانيت. طبعا كل طقم بيكون بالجريل بتاعه. وفي طقم اللي هو القلايات، وطبعا في بيكون طقم مع اللبانه، وفي طقم بيكون مع صينيه. وهنا بقى اللي هي صواني الفرن. هنا بقى صواني الكيك اللي هي الاشكال، في منها اللي هي الاسمر، وفي منها المدور، وفي منها اللي هو على شكل قالب، وفي منها المستطيل. وكمان في طاسات هنا اللي هي الستانلس برضو كمان. وهنا بقى كان اللي هو الخزين المطبخ. طبعا هنا بقى المكرونات والزيت والسكر واليانسون والعدس. طبعا ده بيكون خزين المطبخ. وانتوا مشتاقين انا صورت لكم قبل كده برضو خزين التلاجة وخزين المطبخ للعروسه. هنا بقى ادراج. طبعا هنا بقى الرفايع. طبعا هنا علبة الكبريت اللي هي الكبيرة، وفي طبعا البلاعة والمقص والمقوار. وطبعا دي فرات العجين. وهنا بقى المعالق وشوك. طبعا ده بتكون طبعا غير شنطة السكاكين وشنطة المعالق ومصاف. وده هنا كمان الشياطة. وطبعا دي بتاعة السوبر اللهلوبة. وهنا القطع الخشب. وتحت هنا الفوط واللي هي ايه، مشابك الغسيل وكده. وهنا بقى بصوا، هنا بقى البلاستيك. طبعا بتكون مصافي بلاستيك واطباق. طبعا كل الاشكال والاحجام. انا طبعا كنت بصور بعد الفرح، فطبعا كل مستلزمات المعيشه بتكون في المطبخ وكده. طبعا هنا بقى من فوق بصوا بقى، هنا بقى المكنسه. بصوا الكرتونه دي كانت مليانه اطباق استانلس ورفايع كتيره جدا جدا جدا. وهنا بقى التلاجة اللي بيبقى يسالني نوع التلاجة ايه. وهنا صينيه كده. طبعا اللي هي التقديم اللي بتكون استانلس، طبعا بتكون للفطار وللعشاء وكده. وطبعا كمان فوق المطبخ هنا كده الغرابيل والمناخل. طبعا في ناس بتجيبها وفي ناس مش بتجيبها، كل واحد على حسب تقاليده وكده. وهنا كمان براد كده استانلس، وفي كمان كوبايات. طبعا هنا صفية الأطباق. وتحت كده صفاية تانية اللي هي البلاستيك اللي بتكون على الرخامة. وده كده شكل المطبخ. وده بقى هنا النيش. طبعا انا هوريه لكم كده من بره، وهفتح لكم ايه هو في ايه بالظبط ومرصوص ازاي. طبعا هنا بقى اطقم كوبايات. طبعا بتكون من اللي هي طويله والقصيره، وبتكون ايه اشكال موحده. وزي دي كده كمان ده كاسات برضو اشكال موحده، بس في القصير وفي الطويل. وهنا الاكروبال، وهنا الصيني. وهنا طبعا مرايه النيش. وهنا بقى بقيه الصيني.
طبعا هنا الفناجين والاطباق اللي هي الكبيره، وتحت كده البولات. وهنا بقى السكريه، وفي كمان ترمس، وهنا الاكروبال البايركس تحت كده. وهنا كده كان بقيه البايركس اللي هو الفناجين. وهنا صواني ستانلس اللي هي المدهبه، وقدامها كمان. وهنا كاسات كده ملونه وكاسات مدهبه وصواني ستانلس. وهنا بقيه الايه الاكروبال. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوناش باللايك والشير، وعقبال كده اولاد